لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى البنية اللي زي الفل دي يحصل فيها كده؟ والله الإعدام شوية على الواد ده. بس هنعمل إيه؟ هو أي حاجة تبرد نار أهل البنية برضه، ولا إيه يا أستاذنا؟ القانون واضح وصريح يا سيد. الطفل أو الحدث اللي أقل من 18 سنة في الجرائم اللي بتاخد حكم جنائي بالإعدام أو الأشغال الشاقة ما بياخدش حكم أقل من 7 سنوات ومش أكتر من 15 سنة. إيه؟ طفل إيه وصغير إيه؟ طفل إيه؟ يعني الواد ده تاخد إعدام؟ الواد ده هيتعدم؟ بعدين حدث إيه يا عمنا؟ ده حدث؟ ده أدم اللي جابوني. يعني الواد ده مش هياخد إعدام؟ القانون واضح وصريح يا سيد، بل في بعض الأحيان والجرائم بيتم عدم عقوبته بالسجن وبيتم إعادة تأهيله. إعادة تأهيله؟ فهمت. هو برضه لما يخرج من إعادة التأهيل يبقى نفسيته حلوة وعقله متفتح، أو بدل ما يغتصب الضحية ويقتلها لا يغتصبها بس ويسيبها عايشة. اللهم صل على النبي عليك وعلى إعادة التأهيل. طبعا انا مرضتش اعلق على الموقف بالطريقه اللي انتوا عارفينها واجيب مشهد من فيلم او مسلسل، لان اقل مشهد من اتفه فيلم او مسلسل في تاريخ السينما والدراما المصريه او غيرها انا ازعل لو حطيته مع شيء بهذه الحقاره والوضاعه. وبعدين عايز اقول حاجه، احنا دايما عندنا بنتكلم عن الاطفال ان هم دماغهم سابقه سنهم وبيبتكروا وبيخترعوا، وبنلاقي اطفال واخدين شهادات تقدير بالاختراعات والابتكارات وفي البرمجه والكمبيوتر والرسم وفاهمين حاجات قويه جدا. هم عندهم 4 سنين وخمس سنين، وفي عيال ما شاء الله ختمين القران كله 6 سنين و7 سنين. اشمعنى بقى في الحته دي الحدث بيبقى صغير وطفل ومش فاهم حاجه، زي ما الطفل عقله متفتح في العلم والامور التكنولوجيه والمهلبيه، برضه ممكن يكون عقله متفتح في الامور الاجراميه، وزي ما له الطبيعه دي العلميه والمهلبيه والاختراعيه ممكن يكون له برضه طبيعه وحشيه. نركز، يعني مثلا الناس اللي بترفض تطبيق عقوبات الاعدام والكلام ده كله، الجريمه دي جريمه عاطل في باطل. دي بنت ملهاش اي علاقه بالدنيا ولا باي حاجه خالص، ما دام ما عملتش اي حاجه. ده واحد ماشي في الشارع، في واحد تاني يبص من البلكونه شكله ما عجبوش راح جاي ضربه طلقه، تمام تمام، اذا هيبقى برضه عاطل في باطل. احنا نحكم على الاب والام بالسجن المؤبد 25 سنه، ما هو عاطل في باطل بقى. وصدقني ساعتها لو طلبنا انه يبقى السجن المؤبد على امه وابوه الناس هترجع تقول لك لا، احنا نخلص منه ونعدمه احسن. ممكن يكون عنده اخوات، مش كده ولا ايه؟ لازم نشغل دماغنا ويبقى دماغنا تفكيرها تفكير صيع. صح؟ صح.